السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أعلن مصدر رسمي في النادي الأهلي بأن مجلس الإدارة قد أعطى موافقة رسمية على طلب مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بشأن ضرورة تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين وخاصة الأسماء التي تشكل القوام الأساسي للفريق، مشيرا إلى رفضه القاطع لفكرة التنازل عن خدمات أي لاعب في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير الصحفية بأن مسؤولي القلعة الحمراء قد توصلوا الاتفاق مع الجنوب أفريقي بيرسيتاو، وذلك بشأن تجديد عقده مع الفريق الأول خلال الأيام الماضية، وهذا مقابل حصوله على راتب سنوي يصل لنحو $1,000,000 في الموسم الواحد. وسيوقع تاو على عقد يربطه بالنادي الأهلي لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقي في عقده من الأساس. وبحسب التقارير فإن تجديد عقد الدولي الجنوب أفريقي بيرسيتاو قد جاء بناء على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي أكد من قبل أن اللاعب يمثل ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق خلال الفترة الحالية ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف. والجدير بالذكر بأن بيرسيتاو قد تلقى عروض قوية من قبل أندية في الخليج العربي خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب كان لديه إصرار كبير على استكمال مشواره مع الفريق وبقاؤه داخل جدران القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة، وهو ما يبدو قد أصبح أقرب للحدوث في الوقت الحالي حسب ما أكده بعض المسؤولين في النادي الأهلي. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.